السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم 3 كيكات من حجم كبير ومن خليط واحد، كل كيكه مختلفه تماما في المذاق ديالها بواحد الطريقه اللي سهله، كيجيو راقين ورائعين. اهم حاجه انهم بساطين وسهلين وفي متناول الجميع، وكيف ما شفتوا معايا غير من الشكل ديالهم تيجيو كيشهيو. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير وما تبخلوش عليا بلايك وتعليق. نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. فنبداو على بركه الله. بالنسبه للطريقه غادي نحتاجو 6 البيضات اللي يكونوا من حجم كبير وبحراره الغرفه. غادي نديرهم في واحد العجانه اولا كطربوهم بالطراب الكهربائي. غادي نضيف ليهم كاس لاروب ديال سكر حبيبات، الكاس ديال العنبه. غادي نضيف 3 د الكؤوس، يعني كتضيفوا كاس لاروب في كل كيكه كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف الكاس الثالث. ضفت كاس لاروب مضروبه في 3 لانه كيف كتعرفوا غادي نخرجوا منهم 3 د الكيكات. غادي نطرب مزيان هذا الخليط حتى كيضاعف عندي الحجم ديال البيض وكيبيض عندنا اللون ديال البيض كيف كتشوفوا معايا. السرعه كتكون مرتفعه في الاول، من بعد ما كنطلعوا مزيان داك البيض كنخفض من السرعه ديال الطراب. غادي نضيف نصف كاس ديال العنبه ديال الزيت. غادي نضيفوه على 3 د الخطرات. غادي نضيفوه على شكل خيط كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف الكاس الثاني، ثم غادي نضيف الكاس الثالث، يعني في المجموع كاس ونصف. كل كيكه غادي نحتاجو ليها نصف كاس ديال الزيت. هنا من بعد ما نسجم عندي داك الخليط غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الماء اللي تيكون دافي، وهذا هو السر اللي كيعطينا واحد الهشاشه للكيك ديالنا وكيبقى طري لواحد المده طويله في الثلاجه. ما تضيفوش الماء اللي تيكون سخون بزاف، كذلك ما يكونش بارد. هنا غادي نضيف الفاني السائله اولا كتضيفوا 3 ساشيات ديال الفاني اولا سكر بنكهه الفانيلا. ملي كتضيفوا السوائل كتنقصوا من السرعه ديال الطراب كيف قلت لكم باش ما كنهبطوش داك البيض. وهنا تيكون الخليط ديالنا واجد باش نقسموه لثلاثه. هنا غادي نقسم الخليط ديالي على 3 د الاقسام اللي تكون متساويه. هاد الطريقه البنات كتسهل عليكم الخدمه، كتقسموا على 3. غادي ناخذوا القسم الاول اولا الكيكه اللي غادي نسموها بالحامض. غادي نضيفوا ليها نصف كاس ديال الحليب. غادي نضيف قشور حامضه وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الحامض اولا عصير الحامض. هنا غادي ندوز نعبر معكم النواشف. غادي ناخذ كاس ونصف ديال الدقيق الخاص بالحلويات. غادي نضيف خماره ونصف كذلك. هنا غادي نغربل مزيان هاد المكونات. دائما البنات باش ينجح معكم الكيك وتحصلوا على واحد القوام اللي هشيش، الا قدرتوا انكم تغربلوا الدقيق 2 مرات. غادي نضيفوا شويه بشويه الخليط ديالي كيف كتشوفوا، وانا كنخلط من الفوق لتحت. ما تطربوش بسرعه باش ما كتهبطوش داك البيض اللي خدمنا. غادي نضيف كاس ونصف ديال الدقيق زائد خماره ونصف، والدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديالو. يعني الا شفتوا القوام ديالكم متماسك غادي تكتفيو بالدقيق الكافي اللي غادي تحصلوا على الخليط اللي تيكون ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. يعني راه كيبقى الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. المهم القوام تيكون ماشي خفيف بزاف كذلك ما تيكونش ثقيل. هنا نكونوا سالينا من الكيكه ديال الحامض، غادي نخليوها على جنب وغادي ندوزو للكيكه الثانيه. هنا غادي ندوزو الكيكه الثانيه اللي غادي نديروها على شكل كيك رخامي. غادي نضيف ليه علبه من الياغورت من وزن 113 غرام. هنا عندي الياغورت بنكهه الفاني. غادي نخلط مزيان هذا الخليط وغادي نضيف كاس ونصف ديال الدقيق وخماره ونصف. انا هنا غربلتهم باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه كيف كتشوفوا معايا، وانا كنخلط من الفوق لتحت. غادي تضيفوا داك الدقيق على دفعات. ندخل فيه ديك كاس ونصف ديال الدقيق. كيف قلت لكم البنات راه الدقيق على حسب النوعيه. الا بان لكم الخليط خفيف بزاف ضيفوا شويه ديال الدقيق، تقريبا واحد معلقه. هنا من بعد ما دخلت ديك الكميه ديال الدقيق والخمارات
غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخل كيف كتشوفوا معايا، كيعطينا واحد الهشاشه لهاد الكيك. غادي نخلط مزيان داك الخليط باش نتاكد انه ما بقاوش عندي الحبيبات ديال الدقيق باينين. وهذا هو القوام ديالو كيف كتشوفوا معايا، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش كذلك ثقيل. بزاف د الاخوات كيتشكاو من الكيكه ملي كيدخلوها الفران كطيب، ملي كيطفيو عليها كتهبط. هذا كيبقى على حسب الدقيق، الا درتوها خفيفه بزاف غادي تطلع معكم في الفران، ومني تطفيو عليها غادي تفش، يعني غادي تهبط. فضروري الكيك يكون شويه ثقيل ما يكونش خفيف بزاف. هنا غادي ناخذ واحد الكميه قليله من داك الخليط، ناخذ معلقه كبيره ديال الكاكاو وشويه ديال الماء، خلطهم مزيان مزيان وغادي نضيفهم لداك الخليط باش هكا كنخرجوا كيكه رخاميه. غادي نخلط مزيان داك الخليط كيف كتشوفوا معايا. صافي هنا من بعد ما خلطت مزيان داك الخليط غادي نخليه على جنب وندوزو ان شاء الله الكيكه الثالثه. هنا بالنسبه للكيك الاخير غادي نديروه بالشوكولاته والقهوه. هاد الكيكه البنات تيجي لذيذ بزاف. غادي ناخذ نصف كاس ديال الماء، غادي نضيف ليه معلقه صغيره تكون عامره ديال القهوه سريعه الذوبان. كيف كتعرفوا الكيكه اللي كنديروا فيها القهوه والكاكاو كتجي بنينه بزاف، داك المزيج ما بين الكاكاو والقهوه كيعطيونا واحد النكهه اللي رائعه جدا. غادي نضيف 2 معالق ديال الكاكاو المر. غادي نخلط مزيان هاد الخليط كيف كتشوفوا معايا. ثم غادي نضيفوا لداك الخليط الثالث اللي خلينا. يستحسن انكم تصفيوه باش الا كانت عندنا شي حبيبات ديال قهوه سريعه الذوبان نحيدوها. هنا غادي ناخذ كاس ونصف ديال الدقيق وخماره ونصف. خلط مزيان داك الخليط وغنبقى نضيف ليه الدقيق والخمارات شويه بشويه بنفس الطريقه اللي خدمنا بها الكيك الاول. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه كيف كتشوفوا معايا وانا كنطرب. هاد الكيكه البنات كتجي بنينه بزاف، داك المزيج ديال القهوه مع الشوكولات كيعطينا واحد المذاق اللي هائل. هنا غادي يبان لكم الخليط شويه خفيف على الكيكات الاولين اللي حضرنا، ولكن كيف كتعرفوا الكاكاو راه باقي كينشف لينا الكيكه، يعني هكا خاص يجي القوام ديالها تيجي خفيف شويه. صافي غادي نطرب مزيان داك الخليط باش نتاكد انه ما بقاوش عندي الحبيبات ديال الدقيق كيف كتشوفوا معايا. غادي ندوز ان شاء الله نفرغ الخليط ديالنا في المول. انا هنايا استعملت المول ديال لازانيا، كيعجبني هكا نحضر فيه كيكات تيجيوني كيطيبوا دقه وحده، وكذلك كنستمتع بالنكهات اللي تتكون مختلفه. وهكا كل واحد في الدار كياخذ الكيك بالنكهه اللي كتعجبو. نرشها بسبراي اولا كدهنوه بالزبده والدقيق. فقره من داك المول غادي ندير فيه الكيكه ديال الحامض كيف كتشوفوا معايا. فقره اخرى غادي ندير فيها الكيك ديال الشوكولات كيف كتشوفوا معايا. الكيك ديال الشوكولات كيجي شويه خفيف. هنا غناخذ الكيكه ديال الياغورت، غادي نفرغ كميه من الخليط وغادي نوضع كذلك كميه من داك الخليط ديال الكاكاو اللي حضرنا. غادي نضيف كذلك كميه من الخليط ديال كيكه الياغورت، وغادي نضيف تاني كميه من الخليط ديال الكاكاو كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل باش كتعطينا داك الشكل الرخامي كيف كتشوفوا معايا. هنا غادي ناخذ واحد القطيب وغادي ندير به تموجات كيف كتشوفوا. هنا خديت قشور الحامض زينت بهم الكيكه ديال الحامض. هنا غادي ندخلوهم الفران اللي تنكون مسخناه من قبل. ضروري هاد الكيكه البنات تدخلوه الفران يكون سخون بزاف. تديروا الكيك ديالكم على 180 درجه او لا 350 فرنهايت. من الاحسن انكم دائما الكيك كيف كنقول لكم ديروه في الرف الوسطاني باش هكا كيجي طالع وكياخذ داك اللون محمر من الجناب وكذلك من الفوق. وكان هذا هو الشكل النهائي من بعد ما فاتت 45 دقيقه. كيف كتشوفوا معايا الكيكات ديالنا تيجيو طالعين وهشاشين بزاف البنات. كيف كتشوفوا معايا تيجي واحد الكيك اللي رائع هشيش بزاف. انا غادي نقلب الكيك ديالي في واحد الشبيكه باش هكا تيبرد لينا. كيف كتشوفوا معايا الكيكه كتجي هشيشه بزاف البنات. داك الكاس ديال الماء اللي تيكون دافي هو اللي تيعطيها هاد القوام. هنا غادي ندوز ان شاء الله نقد معكم الصلصات اللي غادي نزينوا بهم الكيك ديالنا. خديت شوكولات حبيبات ضفت لهم شويه ديال قهوه سريعه الذوبان. غادي نضيف شويه ديال الحليب وغادي نديرهم في حمام مريم كيذوب عندكم داك الخليط.
انا غادي نقد معكم واحد الكلاصاج بالسكر حبيبات والحامض، كيجي زوين البنات هاد الكلاصاج مع الكيكه تاع الحامض. غادي نضيف ليها معلقه ديال عصير الحامض، وغادي نضيف الملون الغذائي هكا ملون اصفر باش كنبينوا ان الكيكه ديالنا راه حضرناها بالحامض. غادي نخلط مزيان هاد المكونات. تقريبا انا هنايا درت 4 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، وضفت معلقه ديال الحامض وجوج قطرات ديال الملون الغذائي. غادي نخلط مزيان هاد المكونات كيف كتشوفوا معايا. كتضيفوا الحامض شويه بشويه حتى كتحصلوا على داك القوام اللي تيكون خفيف كيف كتشوفوا معايا. وندوزو ان شاء الله نزينوا الكيكات ديالنا. هنا بالنسبه للكيك الرخامي غادي نزينو بشويه ديال المربى ديال المشماش، غادي ندهنو كامل بالمربى ديال المشماش، وغادي نزينو برقائق اللوز اللي حمرتهم في الفران. والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل اخت. غادي نزين الكيك ديالي كامل برقائق اللوز. هنا من بعد ما دابا عندي داك الشوكولات والحليب وقهوه سريعه الذوبان، يجي واحد الكاناش اللي لذيذ بزاف. ديك القهوه مع الشوكولات كنعزو ديك النكهه ديال القهوه اللي في الكيك. غادي نوزع داك الكاناج كله فوق من الكيك. الا بغيتو تسقيو البنات هاد الكيكه كتاخذوا نصف كاس ديال الماء وكديروا فيه معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان وشويه ديال السكر حبيبات، كديروا فوق البوطه حتى كيغلي، كتخليوه حتى يبرد وكتسقيو به الكيك ديالكم. الا بيتو هكا الكيكه تجي فازقه. انا هنا محيت الكيك تيجي هشيش بزاف ما احتاجيتش اني نسقيه. الا بغيتو نتوما ديك الكيكه اللي كتجي فازقه سقيوها بالسيرو ديال القهوه. هنا درت فوق من داك الكاناش شوكولات محكوك. وبالنسبه للكيك ديال الحامض غادي نزينو بداك الكلاصاج اللي حضرت معكم باش هكا تنبينوا ان الكيكه ديالنا راه فيها الحامض. من بعد ما فرغت داك الخليط ديال الكلاصاج فوق من الكيك ديالي، هنا غادي ندير حبيبات الشوكولاته من الفوق. والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال اي اخت. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكات اللي حضرت معكم. كيجيو رائعين جدا، ساهلين في التحضير. من خليط واحد خرجنا 3 الكيكات بنكهات مختلفه، وكنكونوا قادين الخاطر لاي واحد في الدار. يعني كل واحد كياخذ الكيك اللي تعجبو اولا النكهه اللي كتعجبو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوا هاد الكيكه، كتجي فعلا وصفه كتستحق التجربه. هنا غادي نقطع معكم الكيك كيف عودتكم باش تشوفوا القوام ديالو من الداخل. تيجي البنات كيك اللي خفيف بزاف. دائما الكيك اللي تيكون فيه الماء تيجي خفيف بزاف وطري من الداخل كيف كتشوفوا معايا. هذه بالنسبه للكيكه ديال الحامض. بالنسبه للكيكه ديال الشوكولات كذلك غادي نقسمها لكم باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل. كتجي هشيشه ومعلكه لذيذه بزاف هاد الكيكه، خصوصا لعشاق القهوه والكاكاو. كتجي كيكه لي بنينه بزاف. وهنايا غادي نشارك معكم كذلك الكيك الرخامي، حتى هي كتجي كيكه لي هشيشه كتذوب في الفم. نتمنىكم تجربوا الوصفه اللي اقترحت عليكم اليوم. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من اللايكات، تخليو لي تعليق ديالكم. شكرا بزاف لانكم تفرجتوا في الفيديو حتى الاخير. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده. في امان الله.